احسن الكرتونات اللي انا شفتها وانا صغيره ولحد دلوقتي عجباني قصتها، او لما كبرت فهمت قصتها اكتر. مبدئيا كده احب اقول ان الافلام اللي انا حطاها دي من غير ترتيب. يعني ايه؟ يعني مش عشان حاطه واحد مثلا الاول هو ده الاحسن او الاخير ده الاحسن، لا انا حطاهم كلهم كده بطريقه يعني مش برتباهم. يعني انا بقول بس اللي انا فاكراه بتكلم عنه. هقول الكرتون فيلم او حلقات، وهقول ليه بحب الكرتون ده. اول فيلم كرتون معانا احداث نوتردام. ليه بحب الكرتون ده؟ قصته عميقه وكمان الرسم بتاعه حلو قوي، وفي حاجات كتير قوي حلوه. يعني هو مش زي اغلب الافلام اللي احنا اتفرجنا عليها واحنا صغيرين زي سندريلا واريال ومش عارف ايه. لا هو في رومانسيه بس مش قوي كده، مش هي اللي كل القصه. اغلب الفيلم ده على احداث القصه شخصيا والشخصيات. فانا عن نفسي حابه الفيلم ده، قصته حلوه احداثه حلوه، بس مش احسن حاجه ان طفل يتفرج عليها. ليه؟ لان قصته عميقه واحداثه عميقه وفي حاجات كتير قوي انا مش شايفه ان مناسبه ان طفل يتفرج عليها. بس الفيلم حلو. احداث نوتردام ليه جزء تاني، الجزء اللي انا بتكلم عنه ده وفي جزء تاني هو احداث نوتردام فيلمين. بس بصراحه انا بحب الفيلم ده. هو الجزء التاني حلو وكل حاجه، بس انا بحب ده اكتر، حاسه ان ده احسن من الجزء التاني. يعني مش من محبين الجزء التاني، هو حلو بس انا بحب ده اكتر. تاني فيلم سول. انا مش عارفه انا بنطق الاسم صح ولا لا، بس هو ده اللي انا فاكراه. يعني تقريبا ده كان اسمه. انا فاكره احداث الفيلم بس مش فاكره الاسم قوي كان بيتقال عليه ايه. ليه بحب الفيلم ده؟ القصه بتاعته حلوه قوي، او هدف الفيلم حلو قوي. انا بصراحه بحبه عشان الهدف بتاعه. يعني ايه هو هدف الفيلم؟ ان هو يوصل لك ان مثلا كان في الشخصيه الاساسيه اللي كانت في الفيلم دي طول حياتها نفسه ان هو يبقى عايش بيعزف، بس هو كل تفكيره ان هو يعزف ومش بيفكر في اي حاجه تانية في حياته، وحاسس ان اي حاجه تانية في حياته غير العزف مش هتبقى حاجه حلوه. هو كان فاكر ان كده انت ممكن تعيش. يعني مثلا البنت، كانت في بنت صغيره بصراحه بحب شخصيتها قوي. البنت دي ما كانتش عايزه تبقى بني ادمه، فهو كان بيحاول بكل الطرق. كان فاكر ان هو لازم يلاقي لها حاجه تحبها زي العزف، الرياضه، اي حاجه. هو ده الهدف اللي بيخلي الانسان عايش. بس مش هو ده سبب الحياه ان انت تبقى عايش، لا سبب الحياه ان انت تبقى عايش وسعيد، ان انت تحب الحياه. ممكن ما تشتغلش الوظيفه اللي انت بتحبها، ممكن ما تدرسش الدراسه اللي انت كنت عايزها مثلا كليه او حاجه زي كده، بس ممكن في النهايه تلاقي نفسك في مكان تاني احسن بكتير، او تحب الحاجه التانية. هدف الفيلم ان هو يقول الحياه مش متوقفه على هدف معين. يعني مثلا انت عايز تعزف، او انت عايز تدخل كليه معينه، او عايز توصل لحاجه معينه، ده مش الهدف. الحياه ممكن تكون مرتبه لك حاجات تانية كتير، وممكن كمان تبقى فيها حاجات كتير احسن انت ما كنتش متخيلها. هو كان طول الوقت ده فاكر الحياه غلط، او كان فاهم الحياه غلط، لحد ما في النهايه خالص، لحد ما عرف البنت دي وعرف ايه هدف الحياه. هي ما كانتش عايزه تبقى عايشه وتبقى بني ادمه عاديه زي بقيه الناس، علشان هي كانت مش حابه الحياه نفسها. بس لما بقت بني ادمه، لما هو نزل وهي اخدت جسمه وهو اخد جسم القطه، وهي عاشت كانها بني ادمه مع الناس، حبت الحياه لانها لقت في حياه حاجات كتير قوي حلوه هي ما كانتش شايفاها او ما كانتش عارفاها ساعتها. فده هدف الفيلم بصراحه، وعشان كده حبيته، وكمان عشان شخصيه البنت كانت حلوه قوي. بعد كده فيلم كوكو. اتمنى اكون قلت اسمه صح. الفيلم قصته حلوه واحداثه حلوه، بس في حكمه انا حسيتها في الفيلم، وده من ضمن الاسباب اللي خلتني احبها. هما حاجتين بصراحه. اول حاجه هما لما كانوا فاكرين ان شخص كده في العيله، مش فاكره كان اسمه ايه، كان شرير يعني، وان هو ساب العيله وما بقاش بيفكر في حد غير الشهره، وان هو يغني ويعزف وكده. هما منعوا الموسيقى، وكأن اي حد هيعزف موسيقى هيبقى زيه. دي حاجه غلط. ان هما كانوا بيمنعوا الطفل اللي كان في الفيلم ان هو ده كان حلمه، هو كان عايز يعزف، هو كان بيحب الموضوع ده، وهم علشان حد تاني هما بيمنعوه من حاجه هو بيحبها، مع ان هو ما عملش اي حاجه في الموضوع. هو حد بيحب يعزف، بس هو انت بتعزف زيه. الموسيقى ولا ينفع تشتغل، ولا ينفع انت تعزف، ولا ينفع تعمل اي حاجه. كل ده عشان شخص هم فاكرين ان هو وحش، ويا ريته كان وحش بجد. تاني حاجه ان انا سرعت في الحكم عليه. يعني هو لما ما رجعش قال ده حب الشهره ومش همه ان هو يرجع لنا تاني، مش همه العيله، مع ان هو اصلا اتوفى. يعني هي لو كانت حاولت تتاكد كانت عرفت ان هو توفى. ايه الهدف يعني، او ايه الحكمتين في الموضوع ده؟ اولا ان انت ما تحكمش على حد قبل ما تتاكد. يعني هي زي ما هي عملت وقالت هو ما بقاش بيحب العيله ومش همه، اهم حاجه عنده الموسيقى وكده، وهو اصلا كان توفى، وهي ما عرفتش الموضوع ده وما حاولتش تعرف هو توفى ولا ايه اللي حصل له. هي بس ما لقيته ما جاش، خلاص كده هو كده مش همه العيله. خلت العيله كلها تشوف ان هو شخص وحش وتكرهه، مع ان هو ما عملش اي حاجه. تاني حاجه عشان هو مثلا الشخص ده كان بيعزف مثلا وهو شخص وحش ومش عارف ايه، مش معنى ان حد تاني بيحب العزف او بيحب الموسيقى هيبقى وحش زيه. ده مش مبرر ان انتوا تمنعوه ان هو يعزف او يحقق حلمه. وان العيله لازم هما اللي يشجعوا بعض ويقفوا جنب بعض ويحبوا بعض، ومحدش ابدا يتخلى عن عيلته. ده هدف حلو قوي بصراحه في الفيلم، وكان عاجبني. في افلام الاميرات، ايه اكتر فيلم بحبه؟ الجميله والوحش. هو ده اكتر فيلم بحبه. القصه حلوه، الرسم حلو، الاحداث حلوه، وبصراحه حسيت ان في هدف في الفيلم حلو. ايه الهدف؟ في ناس بتستغرب ليه بيل اختارت الوحش، مع ان انا شايفه ان اختيارها منطقي جدا بالنسبه لقصه الفيلم. ليه؟ اولا الناس اللي حواليها كانوا بيعملوا انها مختلفه او غريبه، ومحدش كان فاهمها.
وجاستون كان كل همه ان هو يتجوز احسن واحده في المدينه كلها، عشان هو شايف نفسه مثالي واحسن واحد لازم يتجوز احسن واحده. ولما هي قالت لا، هو كان عايز يخلي ابوها ان هو مجنون وعشان يجبرها انها تتجوزه، والناس بدل ما تقول له لا ده غلط وكده، لا هم عشان بيحبوا جاستون هم بقوا معاه ضدها وضد ابوها، مع ان هما ما عملوش حاجه، كل ده عشان تغير رايها وتقول له موافقه ان هي تتجوزه. جاستون شايف نفسه مثالي وان هو احسن واحد، مع انه اكتر شخصيه مستفزه في الكرتون كله. لكن الوحش هو كان شخص فاهمها وكان مستعد يتغير عشانها للاحسن عشان يكون شخص احسن. هو كان في اول الفيلم كانت شخصيه مزعجه ومستفزه وكل حاجه، بس بعد كده اتغير وبقى شخصيه حلوه وكان بيفهم اللي هي بتحبه زي مثلا الكتب وكده، ما كانش بيشوفها غريبه وكان بيحاول يكون احسن، وده حاجه خلتها تحس ان هو شبهها او الشخص اللي كانت نفسها تلاقيه، على عكس اللي كانت عايشه معاهم خالص. يعني اكتر ناس مستفزه بجد، عشان كده بصراحه انا شايفه ان اختيارها منطقي قوي مع القصه. بعد كده فيلم زيتوبيا، عارفه ان في ناس ممكن تحس ان فيلم زيتوبيا سخيف او كده، بس انا اكتر حاجه حببتني فيه الهدف بتاعه. اولا ان الارنبه كانت بتحاول تحقق حلمها، بس كان الكل شايفها ضعيفه انها تحقق حلمها، وهي فضلت تعمل المستحيل لحد بجد ما اقتنعوا وشافوا بجد ان هي احسن وعملت حاجه كتير قوي كان اقوى منها معرفش يعملها. والثعلب هم شافوه شخصيه شريره ومكاره وكانوا مش بيحبوا ان هو مثلا لما راح يشتري ايس كريم من المطعم طردوه، ولما راح الفرقه دي تقريبا كانت الكشافه عملوه بطريقه وحشه قوي ان هو ثعلب وانت ازاي تبقى ثعلب ومعانا، مع ان هو ما عملش اي حاجه، بالعكس كان شخص طيب، بس هم كلهم عشان انت ثعلب انت تبقى شخصيه وحشه. هدف الفيلم انت ما تحكمش على حد لمجرد مثلا انه مظهره مثلا زي الفيلم مثلا هم ارانب مثلا وده ثعلب ومش عارف ايه، ما تحكمش على شخص كده، لازم تعرف الشخص ده مثلا قدراته ايه وهو طيب ولا لا، ان انت تعرف الشخص اولا وبعد كده تبقى تحكم عليه، فده هدف حلو. بعد كده انا شايفه احنا ننتقل من الافلام دي لافلام الكوميدي اكتر. يعني بصراحه اكتر فيلم كوميدي انا اتفرجت عليه هو فيلم حياه الامبراطور الجديد، هو ليه جزء تاني، يعني هما جزئين وبصراحه الجزئين ضحكوا قوي، انا بحبهم بصراحه. ممكن تكون القصه مش عميقه قوي وكده يعني، بس الكرتون مضحك قوي يعني بجد، لو انت اتفرجت على الكرتون هتقعد تضحك عليه. بعد كده فيلم انا حقير، انا مش بهزر، هو ده الاسم بجد، هو ليه اسم بالانجلش بس هو لو بالعربي انتوا عايزين الاسم بتاعه بالعربي معنى الاسم بتاعه اسمه انا حقير. ونحاول ان الاسم يضحك. هو ليه 4 افلام بس انا بحب الجزء الاول والتاني، يعني انا مش بحب التالت والرابع، هما حلوين بس انا مش بحبهم اوي، انا بحب اكتر الجزء الاول والتاني اول فيلمين. بعد كده كرتونات اللي هي حلقات، اكتر كرتون كنت بحبه جامبل، انا مش بحب الحاجات الجديده اللي نزلت، حاسه انها سخيفه شويه وما اتفرجتش على كتير منها، يعني اتفرجت على كام حلقه وزهقت، حسيت ان الموضوع بقى سخيف، فانا بحب اجزاء الاولانيه اللي احنا كنا بنتفرج عليها واحنا اطفال. بعد كده وقت المغامرة في شخصيات مش بحبها وفي حلقات كتير بحس ان فيها تصرفات كتير قوي مزعجة يعني وكده، بس القصة والاحداث في احداث كتير وحلقات كتير حلوة والقصة ذات نفسها حلوة. تاني كرتون العرض العادي، بحب الكرتون، ايوه في شخصيات مستفزة وفي تصرفات كتير قوي مستفزة لموردكاي وريجبي، بس الكرتون يعني عموما يعني حلو. كرتون الدببة التلاتة في شخصيات مش بحبها قوي او بحس ان تصرفاتها مزعجة شوية، بس الكرتون كله يعني عموما يعني حلو قوي بصراحة بحبه. في كرتون كده كنت بحبه وانا صغيرة بس يعني مش فاكرة عنه حاجات كتير قوي، هو كرتون كان اسمه مغامرات مارتن تقريبا ده كان اسمه. كرتون عارفين كرتون الجاسوسات، هو شبهه يعني في الرسم وكده وان هم شغالين مع ناس يعني، بس هو كرتون احداث يعني عن رعب شوية، ان هم بيكتشفوا الوحوش والاشباح والحاجات اللي زي كده. الكرتون كان حلو وكوميدي، وكمان كل حلقة انت متبقاش عارف اصلا ايه الوحش او ايه الحاجة التانية اللي هم هيشوفوها، فكان الكرتون حلو بالنسبة لي وانا طفلة. الكرتون ده انا مش فاكره منه حاجات كتير قوي لاني اتفرجت عليه وانا طفله، وبعد كده عدت سنين كتير قوي ناسياه اصلا ومش فاكره حاجات كتير قوي عنه. انا افتكرت وانا بجمع الكرتونات اللي انا كنت بحبها، فافتكرت الكرتون ده من ضمنهم، ان انا كنت بحب الكرتون ده قوي وانا طفله. بعد كده اعتقد ان في كرتون تاني برضو كنت بحبه وانا طفله، واعتقد ان في ناس كتير قوي ممكن ما تبقاش فاكره الكرتون ده، اللي هو كرتون منزل فوستر، كان كرتون حلو قوي وكنت بحبه وانا صغيره برضو زي كرتون مارتن. هو كمان زي كرتون مارتن ما كنتش فاكره عنه حاجات كتير قوي لان اتفرجت عليه من سنين، وانا بالصدفه وانا بجمع الافكار يعني الافلام اللي انا اتفرجت عليها قبل كده افتكرته. في كرتونات كتير قوي غير دول يعني اتفرجت عليهم، انا مجمعه لكم شويه صغيرين قوي يعني، اتفرجت على كرتونات كتير في منهم حلو، بس في كرتونات حلوه وكل حاجه بس انا كرهتها لما كبرت، يعني لما فكرت في الاحداث بتاعت القصه كرهت الكرتون، او الكرتون حلو بس مش من ذوقي يعني، مش من الحاجات اللي انا بحب اتفرج عليها. وفي النهاية ده رأيي، قولولي انتوا ايه رأيكم، ايه الكرتونات اللي من دول انتوا كنتوا بتحبوها او تعرفوها، ولو في كرتونات تانية بتحبوها اتفرجتوا عليها قبل كده قولولي رأيكم فيها. شكرا، باي باي.